مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. طلاب الكليات يتوجهون إلى كلياتهم لمواصلة التعليم. دعم المحتاجين والمعاقين في القاش بركة. تواصل إعفاءات إيجارات البيوت بسبب جائحة كورونا. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدين استخدام السارين والكلور في سوريا. أفغانستان ستطلق سراح المزيد من سجناء طالبان سعيا لإجراء محادثات. وواشنطن توافق على بيع طوكيو مقاتلات F-35. السلام عليكم ورحمة الله. توجه طلاب الكليات صباح اليوم إلى كلياتهم لإكمال الدراسة المتبقية للعام الدراسي 2019-2020 بموجب البرنامج الموضوع. وسيبدأ طلاب كلية حمل مالو الزراعية ومعهد إريتريا للتقانة بماي نفحي وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في عدقيح التعليم يوم الاثنين 13 من يوليو. وكانت اللجنة العليا قد أعلنت في البيان الذي أصدرته في 28 من يونيو المنصرم لاستئناف التعليم الجزئي أدت إجراءات وقف التعليم التي اتخذت نهاية شهر مارس لتأخير إنهاء التعليم في العام الدراسي 2019-2020 ل10 أسابيع. ومن الضرورة انتقال الطلاب للصف التالي وإكمال الدراسة التي فاتتهم قبل بدء العام الدراسي 2020-2021. وتقرر استئناف طلاب الكليات الدراسة في 13 من يوليو. يذكر أن طلاب الصف 11 استأنفوا التعليم يوم 6 من يوليو بمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي. وسيستأنف الطلاب المتبقين الدراسة نهاية شهر أغسطس لإكمال التعليم المتبقي والانتقال للسنة الدراسية 2020-2021. يستمر الدعم المالي والعيني للأسر المحتاجة والمعاقين وإعفاءات مدفوعات إيجارات البيوت في إقليم القاش بركة. وفي هذا الإطار قدمت الجمعية الوطنية للمعاقين الذرة والسكر ل100 من أعضائها في مديرية بارنتو. كما وزعت جمعية المعاقين ذهنيا فرع إقليم القاش بركة 14 كنتالا من الذرة حصلت عليها من المحسنين للأسر الراعية. وفي مديرية ملقي قدمت 8000 نقفة من الشباب والمرأة في ضاحية دنب طرر والمعلمين وأفراد قوات الدفاع، إضافة إلى الذرة والطحين والعدس والسكر لمركز العزل في المنطقة، وتقديم مبلغ 4500 نقفة للمحتاجين. وقام سكان ضاحيتي جح وفاولين بحراثة مزارع الأسر المحتاجة. من ناحية ثانية عفت السيدة لتبرهان تخسته من تسني إيجارات 3 أشهر، والسيد تولد برهان من كندا إيجار 3 أشهر، والسيد تسفاي عقباصهن ل4 أشهر، والسيدة حرق كبروم ل3 أشهر في تسني. كما عفى السيد تدروس والداب من بارنتو إيجار 3 أشهر، وسامسون كفل مريم من هيكوتا إيجار 5 أشهر، والسيدة ناصرة معقب من كندا إيجار 3 أشهر في مدينة بارنتو. كما عفى الإريتريون في الداخل والمهجر مدفوعات إيجارات البيوت. وفي هذا الإطار عفى السيد قبرز قابيهير تسفى سلاسة من صعد كريستيان إيجار 4 أشهر، والسيد نقاس رؤسوم من السويد حتى زوال كورونا من البلاد، وأسرة ألم تخستي إيجار 2 شهر، والسيد إيوب عند هيمانوت من ألمانيا إيجار 6 أشهر، والسيد صقاي تولد برهان إيجار 2 شهر، والسيد أمانييل صقاي من أمريكا إيجار 3 أشهر، وأسرة سيوم سعري إيجار 1 شهر، والسيد سمر زكرياس إيجار 1 شهر، والسيد هبت ميكائيل أرأيا إيجار 1 شهر، والسيدة فروين أمانييل إيجار 2 شهر، والسيد زكرياس برهي إيجار 2 شهر، وأسرة برهي قبر سلاسة إيجار 2 شهر، والسيد ولد خدان كداني من لندن إيجار 2 شهر، وأسرة سلمون عند هيمانوت إيجار 2 شهر. وفي ضاحية عونا قدو أعفى القسد سالي أرأيه إيجار 1 شهر، وأسرة هيلا زولدي إيجار 2 شهر، وأسرة ملوقيتا سفا مريم إيجار 2 شهر، وأسرة مسفن كحساي إيجار 1 شهر، والسيد ستيفانوس تسفازجي إيجار 1 شهر، والسيد قدي تسفازجي إيجار 2 شهر، والسيد قرماي كفلو إيجار 1 شهر، والسيد قرماي ستيفانوس إيجار 1 شهر. وكذلك السيدة أبا مسفن إيجار 2 شهر، والسيدة فرويني عند مسقل إيجار 1 شهر، والسيد كيتس فازجي إيجار 2 شهر، والسيد موباء فانوس إيجار 1 شهر، وسمر محاري 2 شهر، وأسرة
برانيوس قبل كريستوس إيجار شهرين، كما عفى السيد مكونن أباي من أمريكا إيجار شهرين، والملازم أبرها فريسوس إيجار 3 أشهر، والتشي والديوهنس إيجار 4 أشهر، وغرماي قبل قرقيش 3 أشهر، ولمستأجرة واحدة لطول العمر، ومحاري جيتو ل6 أشهر، ومنحت إلسا ستيفانوس منزلها في دباروا لوزارة الصحة لسنة واحدة. بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار. أدان الكيان التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام سلاح الجو السوري لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، لكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبة دمشق. جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إبريل بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حما في مارس 2017. وقال سوريا إنها قامت بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية الذي أفصحت عنه للمنظمة بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش. وكانت دمشق قد انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيميائي سابق. وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤلف من 41 دولة القرار بتأييد 29 دولة ورفض 3 وامتناع 9 دول عن التصويت. قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن الحكومة قررت الإفراج عن المزيد من سجناء حركة طالبان على أمل البدء في محادثات سلام، وذلك بعد أن قدمت الحركة للحكومة قائمة معدلة بأسماء المئات من المحتجزين من أفرادها. وكان خلاف حول نحو 600 سجين من إجمالي 5000 سجين تريد طالبان الإفراج عنهم قد حال دون بدء محادثات السلام بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ الإطاحة بالحركة الإسلامية المتشددة قبل ما يقرب من 19 عاماً. ورغم أن الطرفين سبق لهما الإفراج عن عدد من المحتجزين لديهما، فقد قالت الحكومة الأفغانية إنها لا تريد إطلاق سراح بعض السجناء لأسباب أمنية، وإن حلفائها الغربيين يعترضون أيضا على الإفراج عن البعض. وكانت الولايات المتحدة وحركة طالبان توصلتا إلى اتفاق تاريخي في فبراير على سحب القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية من جانب الحركة. وفي إطار الاتفاق وافقت طالبان على بدء محادثات لاقتسام السلطة مع الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها وافقت على بيع اليابان 105 مقاتلات شبح من طراز F-35 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 23.11 مليار دولار. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اليابان طلبت شراء 63 طائرة F-35A النسخة التقليدية من هذه المقاتلة المتعددة المهام والمزودة بالقدرة على التخفي، و42 طائرة F-35B وهي نسخة مخصصة لحاملات الطائرات كونها مزودة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرج قصير والهبوط عمودياً. وأضاف البيان أن الوزارة قررت الموافقة على هذه الصفقة التي ستعزز أمن حليف كبير في منطقة آسيا المحيط الهادي. وكانت الحكومة اليابانية وافقت في أواخر العام 2018 على خطة دفاعية مدتها 5 سنوات تلحظ خصوصا انضمام حاملتي الطائرات إلى الترسانة العسكرية للبلاد في سابقة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أصيب 10 شرطيين خلال اشتباكات وقعت في بلغراد بين متظاهرين غاضبين من إدارة السلطات لأزمة فيروس كورونا والشرطة وفق ما أعلن مسؤولين. وقال وزير الداخلية الصربي لوسائل الإعلام تعرض 10 شرطيين لإصابات ومن بينهم 1 أصيب بكسور في رجليه منددا بأعمال عنف.
ونقلت قناة N1 عن مصادر طبية أن 19 شرطيا و17 متظاهرا أصيبوا خلال الصدامات. وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان للاحتجاج على قرار الرئيس ألكسندر فوتشيتش إعادة فرض حظر التجول طوال اليوم في عطلة نهاية الأسبوع لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 مجددا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.